Goedemiddag dames en heren, mijn naam is Saif, ik ben jullie mentor والنهاردة عندي أهم حاجة لازم تعرفها لو بتتعلم اللغة الهولندية وهي الكوفسخيب. الكوفسخيب ديت يعني ازاي تتعامل مع الأفعال في الماضي وفي المستخدم، يعني ساعة لما تقول مثلا أنا استخدمت كذا أو أنا عملت كذا، أو يعني في الماضي في العموم يعني. فانا هشرح لكم النهارده يعني الكوفسخيب ديت طريقه سهله، يعني شوفها كحاجه ممكن تخش بيها عشان تكتب او تفهم الجمل صح. خلينا ننزل دلوقتي لللابتوب ونشوف. احنا دلوقتي معانا هنا الكوفسخيب زي ما انتم شايفين، هنا مكتوب الهيت ابوستروف من فوق كده وكوفسخيب، وتحت فيه جمل. بس معنى الكوفسخيب ديت ازاي، او ازاي تعرف يعني الجمل ديت بتستخدم فيها تي ولا دي ولا تي اي ولا دي اي ولا ايه بالظبط، ولا فولتويد ديل فورد، ازاي يعني تعرفوا اللي هو فعل التصرف. اول حاجه الفرليدن تايد اللي هو الماضي دوت هيكون الستام زائد تي او تي اي او دي او دي اي. تمام، فدوت هيكون الفرليدن تايد. تاني حاجة الفولتويد ديل فورد دوت هيكون خ زائد ستام زائد تي تي اي او دي دي اي. يعني على المثال هناخد كم مثل كده. هو فيركن، فيركن معناها يشتغل. الفليدن تايت بتاع فيركن يعني الستام زائد تي او تي اي او دي او دي اي. الستام دوت ايه؟ دوت الكلمة، يعني الفيرك فورد ناقص اي ان يساوي ستام. تمام، يعني الستام بتاع فيركن هيكون فيرك، دوت الستام، دوت الستام. ماشي، يعني احنا هنعمل ايه؟ احنا هنشيل الاي ان في كل حاجة عشان نجيب الستام بتاع الكلمة. دلوقتي شلنا الاي ان زي ما انتوا شايفين كده بتاع كل كلمة. حلو، هنبدأ بقى نشوف ال هنحط تي ولا دي. فهنغير ديت، هنشوف آخر حرف موجود في الكوفسخيب ولا لأ. هنا عند فيريك آخر حرف كا، الكا موجود في الكوفسخيب، هتبقى فيريك ت، يعني هتبقى فيريكت. رايزن آخر حرف زد، الزد مش موجود في الكوفسخيب، فهتبقى رايس د. فيتسن او فيتس، فيتس الاس موجودة في الكوفسخيب، فديت هتبقى فيتس ت. ليفن، ليفن الفي مش موجودة في الكوفسخيب، هتبقى ليفد. بلن ال مش موجودة في الكوفسخيب، فهتبقى بلد. ولو يعني خلي بالك عشان في كلمات زي مثلا ليفن، ليفن ديت ما بتبقاش في الاول، ما بتحولها الكلمه بتتحول بتبقى ليفد، بتبقى دبو اي اف دي اي. لخن،
لخن موجودة في الكوفسخيب اهي سي ها، فهتبقى لخط. كوكن الكا موجودة في الكوفسخيب هتبقى كوكت. هاولن هتبقى هاولد. ليه؟ عشان ال مش موجودة في الكوفسخيب. يعني انت هتحط الكوفسخيب كده قدامك وكأنها يعني البرشامة اللي بتغش منها في الامتحانات ديت، حرفيا وسيلة الغش بتاعتك تكتب الكوفسخيب. لو الكلمة آخر حرف في الاسطم مش موجود في الكوفسخيب يبقى تستخدم دي. لو آخر حرف مكتوب في الكوفسخيب يعني تستخدم تي. تي اي. دانسن الاس موجودة في الكوفسخيب فهتبقى دانست. ستوبن البي موجودة في الكوفسخيب فهتبقى ستوبت. هنخش بقى على فعل التصرف. فعل التصرف دوت هيكون خ زائد ستم زائد تي اي او دي اي. بس هي سهلة جدا عشان انت هنا بالفعل مستخدم التي اي او الدي اي. فيا دوب بس هتعمل ايه؟ خ فيركت. ليه؟ هنا بالتي ديت، يعني لو بصيت على فيركت بالتي فهنا برضو هتبقى بالتي، يعني هتكون هي بس تشيل الاي. رايزن خ رايست. فيتسن خ فيتست. ليفد خ ليفت. بيلد خ بيلت. لخت خ لخن. خلخن. ليه؟ انت بتستخدمها، يعني انت عمرك ما بتضحك مرة واحدة بس كده وخلاص، انت بتضحك بالجمع فهنا برضو بتجمع. لخن. كوكن خ كوكت. هاولن خ هاولت. دانست خ دانست. ستوبت خ ستوبت. ماشي. هنا بيقول لك ايه؟ اعمل بقى 5 جمل في الماضي الفرليدن تايت، يعني 5 جمل، واستخدم الكلمات اللي هنا. يعني هنكتب اول كلمة مثلا gisteren werkte ik tot 's avonds laat. يعني امبارح اشتغلت لغاية بالليل متأخر. reizen هناخد vorige jaar reisde ik samen met mijn familie. يعني السنة اللي فاتت أو اتنقلت مع عيلتي. هناخد fietsen. Vorige week fietste ik naar de winkel. يعني الأسبوع اللي فات رحت المحل بالعجلة. leven هناخد vroeger leefde ik in Egypte. vroeger leefde ik in Egypte. يعني زمان كنت عايش في مصر. koken هنكتب vorige maand kookte ik voor mijn broer. يعني الشهر اللي فات أنا طبخت لأخويا. يا رب تكونوا استوعبتوا حاجة، فهمتوا حاجة، استفدتوا حاجة، واشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي مع سيف امبابي من هولندا. سلام.